السلام عليكم البنات، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معاكم وصفة بسيطة وسريعة. طريقتي في تحضير الأرز، يعني كل واحد عنده الطريقة تاعو. انايا كل خطرة كيفاش نديرو. هاد الخطرة ديسيديت باش نديرو بهاد الطريقة، نتمنى تعجبكم. كيما راكم تشوفوا في لا فيديو، انايا هنايا درت الأرز يعني النوعية العادية، ماشي هذيك النوعية المليحة تاع بسمتي. درت النوعية العادية. درتها في الكسرونة وزدت لها الماء الملح وشوية تاع الكركم باش نتحصل على اللون الأصفر في الأرز. ما حبيتوش يعني يجيني بيض، حبيتو يجي باللون الأصفر. كل وحده وكيفاش تحب. اللي تحب دير الأرز تاعها يكون باللون الأبيض يعني تستغني على الكركم، واللي حابه تحصل على اللون الاصفر كيما درت انا ندير شويه تاع الكركم. من بعد هنايا كيما راكم تشوفوا زدت له شويه تاع الزيت باش ما تلصقليش. يعني هذه نصيحه، كل المعجنات كي تديريهم كي طيبيهم في الماء لازم ديريهم شويه تاع زيت باش ما تلصقش. من جهه واحده اخرى درت بصل، زروديه قطعتهم كامل صغار، وزدت شويه تاع الثوم باش نحضر الصلصة اللي راح نقدمها مع الأرز. زدت شوية تاع الزيت والملح والتوابل. بالنسبة للتوابل أنا راح نستعمل توابل مختلطة. اللي حابة تدير يعني مع باش كل وحدة وش تحب تدير التوابل وش عندها. المهم انا ندير هادو اللي يكونوا مختلطين مع عندهم اللون الاصفر. دونك دو بريفيرونس في هذا البلان ندير يعني التوابل اللي يكون لوها لون تاعها اصفر، ما حبيتش يجيني هذاك اللون الاحمر. المهم راح نزيد شويه تاع الجلبانه بعد ما نقلي كامل ونمرق بالماء، راح نزيد جلبانه طيب فيه. فوالا هنايا خليت هذيك الصلصه طيب لي في غرضها. وجيت نحضر معاكم لا سالاد. بالنسبة للسلطة سي جوست حبيت تشوفوا يعني الطريقة تاعي كيفاش نديرها، باسكو راح نشارك معكم الفطور تاع اليوم. راح ندير شوية تاع لا مع هذاك الأرز، هذا ما كان باسكو على بالكم مع هاد السخانة يعني نفضلوا ناكلوا حاجة خفيفة برك. اي فوالا. لا سالاد كيما قلت لكم راح نحضرها عادي، يعني بطريقة اللي نحضرها كل خطرة كيفاش نديكوريها، كل خطرة كيفاش نحب نديرها. حبيت نذكركم البنات اشتركوا في القناة تاعي اللي مازال ما اشتركش، وديروا لي لايك وتضغطوا زر الجرس باش تلحقكم كامل لي فيديو اللي راح نحطهم في القناة تاعي. يعني راني نحاول قدر المستطاع باش نصور لكم الأطباق اللي نحضرها يوميا. بصح دوماج كاينين خطرات يعني نحضر هكا دي بلا هايلين، ما يكونش عندي الوقت باش نصور. يعني راح نحاول نشارك معاكم كامل واش نطيب ونتمنى يعجبكم. يعني على حساب التعليقات اللي والرسائل اللي توصلني على قناتي في على صفحتي في الفيسبوك، وحتى التعليقات على القناة في اليوتيوب، رسائل وتعليقات إيجابية. نشكركم كامل، يعطيكم الصحة على الرسائل تاعكم والتعليقات تاعكم. راكم تحفزوا فيا باش نزيد نقدم المزيد في القناة تاعي. بالنسبة للسلطة اللي راني نديرها، انا نحب نديرها هكا كل خطرة كيفاش نديكوريها. وكل واحد كيفاش يحب. كيما راكم تشوفوا قطعت كامل شلاضة زدت لها زرودية اللي كنت رابيتها. كل واحد كيفاش يحب يدير. كيما قلت لكم كاينين اللي يحبوا يطيبوا زرودية والبيطراب في الماء ويديروها فوق لا سالاد. انا اخترت نطيبها مي كي نعجز ويكون يعني وقت قريب وقت الفطور، ما نطيبهاش، ندير نرابيها برك ونديرها بهذه الطريقة.
وراح نزيد لها الخيار والطوماطيش مع البصل. هذا ما كان. كاينين الاضافات اخرى يعني اللي يحب يدير اضافات، انا هذا واش كان متوفر عندي. ما راحش ندير بزاف، ندير بلا واحد يكفينا ويقعد حتى العشاء يعني. ما راحش ندير كمية كبيرة. حبيت نشوف الرأي تاعكم على القناة تاعي كامل في التعليقات. على بالكم كي نقرا التعليقات تاعكم نتحفز وندير لكم كل جديد. ان شاء الله راح نشارك معكم كامل لي روتين، ومشي كامل يعني كل خطره واش راح ندير. خطرات راح نشارك معكم روتين تحفيزي، خطرات راح نشارك هكا دي بلان نديرهم ولي غاطو كامل يعني. واش نقدر نصور لكم راح نصوره. فوالا راح نزيد لها شويه تاع البصل كيما قلت لكم، يمد لها بنه. فوالا هنايا بعد ما كملتها راح نحطها في الفريجيدير باش تبرد. قولوا لي واش رايكم فيها. بالنسبة للأرز بعد ما طاب لي فورته خطرة واحدة، صفيته من هذاك الماء أولا، بعد فورته وحطيته في هذا البلان وزدت له هذيك الصلصة اللي درتها من الفوق. يعني يفضل نقدمه بهذه الطريقة، يجي راقي وشباب بزاف. حتى كي يكون عندكم ضياف تقدروا تقدموه بهذه الطريقة، يجي بريزونطابل شباب وهايل. والذوق ما نحكي لكمش، اللي حابه تجربوا هايل. وقعدت لي كميه تاع الارز خليتها للعشاء، وزدت درت لها هذه الصلصه من الفوق اللي درت فيها طوماطيش بصل وثوم، قليتهم مليح، درت لهم الزيت ولي زيبيس مع الملح، زدت لهم غير شويه تاع الماء حتى طابوا لي. من بعد درت لهم فوق الارز، قدمتهم يعني بنفس الطريقه، ما خلطش فيهم الارز. فوالا هذه هي الوصفات تاع اليوم، نتمنى تعجبكم.